الساعة 13:15 ودرجة الحرارة 43 جاية مخصوص دلوقتي عشان أشوف فيلم خلي بالك من نفسك وهل هو فعلا يستحق ولا لأ. طيب لسه مروحة حالا. انسوا بقى كل الافلام بتاعت ياسمين عبد العزيز واحمد السقا عشان الفيلم مختلف تماما عن اي فيلم شفتوه ليهم، وخاصة احمد السقا. فيلم اكشن كوميدي زي ما احنا عارفين، الاكشن اللي بتقوم بيه ياسمين عبد العزيز والكوميدي والمفاجأة هو احمد السقا. دوره مختلف تماما عن اي دور هو عمله. مش دور الساموراي اللي احنا عارفينه، كنت متخيلة ان هو ممكن يبقى في الاول كوميدي وبعد كده يبقى يقدم ادوار اكشن زي ما احنا متعودين، ولا اي حاجة. اللي بيقوم بالدور الاكشن هي ياسمين عبد العزيز، واحمد السقا بتبقى الكوميديا اللي طالعه منه هي ردة فعل على ياسمين عبد العزيز. الفيلم فيه ضيوف شرف حلوين قوي زي كريم فهمي، اياد نصار، اخر حد مش عايزه احرقه. الكوميديا اللي ياسمين عبد العزيز بتقدمها مختلفه عن الكوميديا اللي كانت بتقدمها في افلامها زمان، ما عدا فيلم واحد بس اللي حسيت ان هو شبه فيلم خلي بالك من نفسك جدا. فيلم ضمن دستة اشرار لياسمين عبد العزيز شبهه بنسبه كبيره جدا. حتى في مشهد في الفيلم ياسمين عبد العزيز هي نفس المشيه، نفس الشوت، نفس الشكل، نفس كل حاجه. الفيلم لذيذ. في الاول الكوميديا ما كانتش قويه قوي، بس بعد ما خدنا بريك الفيلم ابتدى ان هو يبقى حلو قوي، بقى فيه مشاهد كتير تضحك. فعامه هقول لكم تاني، لو انتوا حبيتوا فيلم توم دستة اشرار غالبا بنسبه كبيره هتحبوا الفيلم ده، وتقييمي ليه 7.5 من 10. فعاوزاكم بقى انتوا تقولوا لي لو اتفرجتوا على الفيلم ايه رايكم فيه وتدوا له كام من 10.